مش ملاحظين ان الشقق اللي بتشطب في مصر كلها دلوقتي بقت شبه بعض؟ ليه اول ما بندخل شقه متشطبه او نشوفها على الميديا كلها نفس الالوان، نفس الروح، نفس الجبس، نفس توزيع الاسبوتات، نفس الليد اللي بنشوفه في كل شقه، نفس اليونت بتاع التي في، كلها بقت شبه بعض؟ هل ده ان الناس كلها بقى ذوقها واحد، ولا في تاثير حاجه مأثره عليهم؟ الحقيقه اللي حصلت في عالم التشطيبات في اخر كام سنه هي سيطره الميديا على عالم التشطيب. فانت بتبقى عايز مواصفات بتحقق احلامك فيها، بتشوفه في فيديو 15 او 20 ثانيه على الميديا، مش نفس مساحه الشقه بتاعتك اللي انت عايش فيها. الفيديو اللي انت شفته مساحه شقه وليكن مثلا 150 متر او 200 متر، مساحه شقتك 90 متر، او مساحه الشقه اللي انت شفتها هناك 90 متر وانت ساكن في فيلا. فالطبيعي ان مش نفس التصميم يتعمل هنا هو اللي يتعمل هنا. بدا يظهر عندنا في الفتره الاخيره هو مود واحد مسيطر على جميع تشطيب الشقق اللي موجوده في مصر، نفس الجبس، نفس الالوان. طب ليه احنا نعمل طبق الاصل منها؟ ما نعمل حاجه منفرده بينا بشخصيتنا احنا، حاجه نستمتع بيها، ما نعملش عشان فلان عمل او عشان فيديو انا شفته موجود على الميديا. المشكله في كل المشاريع دلوقتي ان كله بيختار المودرن المحايد. هل معناه ان المودرن المحايد هو وحش؟ لا، بس هو اسهل واسرع. ليه اسهل واسرع؟ كل دلوقتي بيختار الاسرع. ليه ما نختارش ان احنا نصرف فلوسنا على حاجه مهمه وتفيدنا احنا كشخصيات ساكنه في البيت، مناسبه ليك، مناسبه للزوجه، مناسبه للاولاد؟ نحاول نبعد عن الاسرع، لانه ده بيسبب لنا مشاكل فيما بعد، لان هو الاسرع دلوقتي العمر الافتراضي بتاعه قليل. زمان التصميم كان بيحتاج وقت ومجهود علشان يتنفذ. دلوقتي كلنا بنختار الاسرع. فاحنا لو رجع بينا الزمن او احنا نرجع بالزمن ونختار التصميم اللي فيه روح مناسب ليا ولشخصيتي، ما نختارش الاسرع وخلاص. هقول لك مثلا على مثال، مصر الجديده والحسين والمناطق الاثريه القديمه، الناس بتيجي من العالم كله من بره عشان يجي يزورها. هل احنا عندنا سياحه في المدن الجديده؟ مفيش حد خالص بيروح المدن الجديده عشان يعمل فيها سياحه. احنا كمصريين لما بنحب نخرج ساعه ساعتين او يوم بنروح للمناطق الاثريه، نتمشى في مصر الجديده، ننزل الحسين، كل المناطق القديمه اللي هي مبنيه بقالها زمن الزمن. المناطق المبنيه حديثه في الفتره الحاليه كل البيوت كلها بقت شبه بعض، وده يخلينا ان احنا لما نيجي نعمل تصميم نختار حاجه من التراث، حاجه من الروح، نعمل فكره مختلفه عن الناس اللي عاملاها. ليه؟ عشان نكون مميزين عن غيرنا. وده يخلينا ان احنا لما نيجي نعمل تصميم او نشطب بيتنا او نبني الفيلا بتاعتنا نعمل طراز يتحكى بيه الزمن. التصميم المختلف محتاج تفكير، محتاج مجهود، محتاج فريق عمل يعتمد عليه. ما يهمناش اكتر او انت ما يهمكش اكتر موضوع السرعه، ان هو يخلصها لك في شهرين 3 او سنه، مهما كان المده اللي انتم متفقين عليها. اعمل تصميم يتنفذ على ارض الواقع مهما كان هو الوقت اللي هياخده ايه. اكيد برضو لنا وقت معين نشتغل فيه نطلع حاجه ليها قيمه. زمان كان اعتمادهم اكتر على الحاجات الحرفيه، الحاجات اليدويه، نصنع من الرخام، نصنع من الخشب، بلاش نجيب اسطمبات جاهزه ونعملها في بيوت. واكتر حاجه احنا مصدومين منها من السوق ان الحرف اليدويه خلاص انتهت، جرى عليها الزمن، او الناس ما بتتقبلهاش ان هي تتعمل عشان التكلفه بتاعتها. لو بصينا في السوق دلوقتي حوالينا هننزل للخشب، هننزل للرخام. دلوقتي بقى فيه بديل خشب، بديل رخام، بديل جبس. هنوصل لفين للبديل؟ هل هيبدلوا الانسان ذات نفسه؟ مساحات الشقق دلوقتي بقت اصغر، وارتفاعات مساحات السقف بقت اقل. وده نهى عندنا موضوع الكلاسيك، لان الكلاسيك محتاج مساحه اوسع علشان يتنفس فيه، عشان تشوف الجمال بتاعه فيه. لانه الكلاسيك مش مجرد ديكور وخلاص، هو فيه روح وفيه فن، معتمد اكتر على الحرف اليدويه. خلاف المودرن اللي دارج دلوقتي في السوق بقى بنختار الاسرع والاسهل. ولكن السؤال هنا، هل ده صح؟ هل المفروض يبقى بيتك نسخه من البيوت اللي انت بتشوفها على الميديا، ولا المفروض بيت يعبر عنك وعن شخصيتك وعن اسلوبك وعن شغلك وعن حياتك؟ لانه في الاول وفي الاخر انت اللي هتعيش فيه. ودي اكبر مشكله عملها الترند، ان احنا بناخد قرارات مش بتاعتنا او مش شبهنا. احنا مضطرين ناخدها عشان احنا بنسمع اراء كتير، انت بتاخد قرارك عليهم بس انت مش عايش حياتهم. احنا بناخد قرارات من الترند لان الناس كلها بدات تقول هو ده اللي اتعمل دلوقتي. طب ليه انت ما تعملش حاجه وانت تبقى منفرد بيها، اول واحد عملها، سواء انت مكتب او عميد، وتخلي الناس هي اللي تمشي وراك؟ فلو انت داخل على تشطيب بيتك ما تجريش ورا الترند، اختار الحاجه اللي تناسبك وتناسب شخصيتك. اسال نفسك، هل الترند مناسب لظروف بيتي وشغلي واولادي ولا لا؟ لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك واشتراك، ولو محتاجين اي استفسار سيبوه لنا في الكومنتات.